انت مين؟ انت مين عشان تفكري ان انت ممكن بكلمة منك تأثري على يومي، تنكدي عليا اليوم، تخليني طول اليوم في شغلي مش مركزة، تخلي شغلي يتدهور؟ انت مين؟ nothing. انت nothing حبيبي، انت ولا حاجة. انت هوا بالنسبة لي، انا انت هوا. اهلا اهلا، دي تاني حلقة من حلقات البودكاست، لان انا عملت بودكاست مخصوص لان انا جماعة رغاية، والفيديوز ببقى مقيدة بتوبك معين بتكلم فيه، يعني بيبقى فيه حتى نقط ببقى كاتباها في النوت بوك بتاعتي. انا في البودكاست مش بعمل كده ومش جايبه النوت بوك جنبي، انا بس كل اللي عملته ان انا عملت النسكافيه بس. فخلونا نبدا على طول. تفتكري انت لو حد اذاكي اذى يعني، وانت حابه تنتقمي منه، ممكن تعملي ايه؟ طبعا لو بنت اللي اذتك عايزاكي ما تتوصيش وتروحي تاذيها وتشوهي سمعتها، تاذيها في شغلها، وتعملي كل حاجه انت تقدري عليها. طب لو ولد، افضحيه عند اهله، اوكي، وافضحيه في شغله، وطلعي سمعة عليه ان هو شخص حرامي في شغله او مرتشي او ايا كان. تفتكري كل ده مش سهل ان احنا نعمله؟ سهل. وانتي فاكراني جايه اقولك كده صح؟ اللي انا جايه اقولهولك عكس كده تماما. اوكي، احنا كلنا نقدر. طبعا انتي فاكره ان دي الطريقه الوحيده اللي احنا نقدر نأذي بيها او نأذيها بيها، صح؟ اقولك بقى تقدري تأذي الشخص اللي أذاكي ازاي، وتأذيه أذى بجد يدمره يخليه بيلف حوالين نفسه مش عارف يعمل ايه. انجحي، اه انجحي وفكك. صدقيني لما تأذيه في ان انتي تنجحي ده هيدمره. ليه؟ الشخص اصلا اللي بيأذيكي ده بيأذيكي ليه؟ او بيأذينا ليه؟ عايز يشوفنا متدمرين، وعايز يشوفنا اقل منه، لان هو اصلا بيأذيك عشان ينزلك، بيأذيك عشان يوقعك. هو شايف ان انت في مكانة عالية، او ان انت مثلا بتنجحي، ان انت بتترقي في شغلك، ان انت حتى لو وسط بنات، جروب بنات، ولا ليكي اي حوارات بالشغل، ممكن تشوف ان انت الناس كلها بتحبك، ان انت لما تدخلي مكان الناس كلها بتبصلك. انت بقى بتشوف ان انت لما بتدخلي مكان الناس كلها بتبصلك انت وبتهتمي بيكي، انت مش بتبصلها ولا بتهتمي بيها. بمعنى اصح بتاخدي كل الاتنشن منها. طب هي ليه عايز تاذيكي؟ عشان تقلل منك، سواء بينك وبين نفسك او قدام الناس يعني، او عايزه تحسسك ان انت ملكيش لازمه، وانه الناس كلها عادي يعني مش بتحبك قوي زي ما انت متخيله. فانا بحس انه انت بتاذيني عشان توقعيني، انت بتاذيني عشان انت متغاظه من المكان اللي انا قاعده فيه. انت بتاذيني اصلا. ليه ممكن حد يأذي حد؟ اكيد ليه هدف. لو ملوش هدف مادي فهو ليه هدف معنوي. ايه الهدف المعنوي؟ ان هو يبعدك عن شغلك، يعمل اي حاجه. فانت لما تقومي وتشتغلي وتنجحي، او تدرسي، او تطوري من نفسك، تعلمي لغه جديده، تدخلي مجال جديد في شغلك، تعملي كل ده، تخيلي الشخص اللي اذاكي هيبقى قاعد عامل ايه؟ اول ما هتبداي تنجحي الشخص ده هيفوق بقى. كان بيحاول يأذيكي زمان وما نجحش في ده، او ما نجحتش في ده، فهتبدا دلوقتي تعمل ايه؟ شايفينها دي؟ اللي ناجحه هناك دي، او اللي الناس كلها بتسقف لها هناك دي انا زمان كانت بتتحايل عليا عشان اكلمها. دي زمان انا كنت بكرف لها. دي زمان دي انا كانت بتكلمني تتحايل ان احنا نتقابل، وانا ما كنتش ببقى فاضيه فبطنش لها. دي زمان دي كانت صاحبتي بس مش صاحبتي.
بدأوا يعملوا ايه؟ بدأوا يهوهوا وراكي، ملهاش معنى تاني، بدأوا يهوهوا وراكي، عارفاها؟ فكون ان هم بيهوهوا وراكي ده هيخلي احساسك انتي ان انتي بدأتي توصلي اللي انتي عايزاه للشخص ده وصل. غير كده بقى انتي هتنجحي زي ما قلنا، وهتطوري من نفسك، وهتحسني علاقتك بكل الناس. دي زمان ده كان المدير بيدمرها، دي زمان دي كانت حقودة، دي كانت بتضايقنا، دي كانت بتنقل كلامنا، دي مش عارفه ايه. الناس هيبدأوا يبصوا لها اللي هو هيردوا عليها، يقولوا لها اللي هو ايه اللي انتي بتقوليه ده، البنت اهي الناس كلها بتحبها وبتسقف لها، وبالعكس مستنيين جيتها وان هي تكون معاهم في المكان، ايه اللي انتي بتقوليه ده. فهتبدأ تسكت بقى، اللي هو معرفتش تأذيكي زمان، بالعكس انتي اللي رضيتي لها الاذى وانتي غصتيها اكتر. الحاجه اللي هي كانت عايزه توصل لها ان هي ترتاح باذيتك ما نولتيها لهاش. جايز انا في فتره كان في واحده بجد بنت تتمزج كده ان هي تنكد عليا يومي، ف او تنكد عليا مثلا يومي في الشغل. فعايزه اقول لكم ان انا كنت ببقى قاعده معاها مثلا وحصل موقف منها، انا عارفه ان هي عايزه توصل ان هي تنكد عليا علشان ما ركزش في شغلي، فبالتالي علاقتي بالمديرين تتدهور، لان طبعا المديرين كانوا بيحبوني اكتر او كانوا مبسوطين بشغلي اكتر منها. فانا كنت بمشي من معاها، يعني انا بكون قاعده مع البنوته دي اوكي، وخلاص هي بخت السم بتاعها، هي بتعمل ايه؟ بخت السم. اول ما بخت السم بتاعها انا بكل هدوء لفيت ظهري ومشيت. طب انا بعد ما مشيت عملت ايه؟ بعد ما مشيت وانا طالعه على السلم او انا داخله المكان بتاعي اقول ايه؟ برضو مش هتنكدي عليا حياتي، برضو مش هتنكدي عليا يومي، برضو مش هفقد تركيزي بسببك. انا كل ده بقوله ايه؟ بقوله لنفسي وبقوله لعقلي الباطن علشان ما يبداش يخزن الكلام اللي هي قالته او الموقف بتاعها فيبدا ياثر عليا في باقي اليوم. لا، انت عايز تاذيني، انت كده دخلتي معايا انا في تحدي، وانا مستحيل اسمح لك او اسمح لاي حد ان هو يتعدى حدوده في ان هو يفكر ان هو ممكن يأثر التأثير العظيم ده اللي يخليني انا يومي يبوظ بسببه. بيبي انت مين؟ انت مين عشان تفكري ان انت ممكن بكلمة منك تأثري على يومي، تنكدي عليا اليوم، تخليني طول اليوم في شغلي مش مركزة، تخلي شغلي يتدهور؟ انت مين؟ nothing. انت nothing حبيبي، انت ولا حاجة، انت هوا بالنسبة لي انا، انت هوا. اوكي انت فاكرة انت بتبخي السم بتاعك وانا باخد السم بتاعك بتسمم بيه؟ لا. وعايزة اقول لكم وخليكي كده، خليكي ان انت بتدي للشخص اللي قدامك احساس انه انت بتبخي السم بتاعك عندي. اوكي انا خلاص انا اتسممت بالسم بتاعك. حسسيها ان انت اوكي، انت اخدتي السم ده، انه اوكي انا اتأثرت بكلامك. حسسيها ده على طول، اديها قلم في وشها بان انتي تعملي عكس اللي هي مستنياه. هي مستنيه تشوفك منهاره، ما تنهاريش. هي مستنيه تشوفك مش عارفه تركزي، ركزي، اجبري نفسك ان انتي تركزي. حاسه ان انا اتعصبت وبس. لحد هنا وتكون حلقه البودكاست بتاعنا الجديد اللي لسه ما لقينالوش اسم تكون خلصت، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.